سلسلة جديدة هنبدأها النهاردة إن شاء الله تعالى بعنوان واسم مشكلة وحلها. في كل فيديو هنتناول مشكلة معينة أولادنا بيتعرضوا ليها. هنتكلم فيها عن 3 حاجات. أول حاجة الأعراض والمظاهر، يعني إمتى أعرف ابني بيعاني من المشكلة دي. تاني حاجة إيه الأسباب، ودي مهمة جدا جدا لأن من خلالها هوصل للعلاج إن شاء الله تعالى. أول مشكلة هنتكلم فيها النهاردة مشكلة الانطواء، الانسحاب والعزلة الاجتماعية. امتى اعرف ابني بيعاني من المشكله ديت؟ اذا تمثلت في اغلب الاعراض اللي هنقولها دلوقتي. اول حاجه عندي انه بيقعد لوحده لفترات طويله، بيقعد على وسائل التواصل الاجتماعي او النت عموما لفترات طويله دون التفاعل مع الاخرين. ما عندوش القدره على انتقاد ومواجهه الاخرين حتى وان كان هو المحق. العصبيه الشديده، عدم الرغبة في الظهور في المناسبات الاجتماعية اللي فيها عدد كتير من الناس. الحرج والخجل الزايد عن اللازم من الحاجات العادية، يعني هو بيجي عنده خجل وإحراج من الحاجات والمواقف العادية. دايرة المعارف والأصدقاء بتاعته بتكون صغيرة شوية. إذا كان الطفل عندي موجودة فعلا في أغلب الصفات ديت، يبقى عندي الطفل بيعاني من مشكلة الانطواء. أسباب الانطواء عندي الأسباب كتير جدا. من أهم الأسباب أسباب فسيولوجية أو جسمية. أسباب فسيولوجية زي العوامل الوراثية أو التغيرات الفسيولوجية اللي بتطرأ على في فترة المراهقة. أسباب جسمية زي مرض معين أو عاهة أو لدغات بتأثر على العوامل النفسية للطفل، فبتسبب الإحراج أو الخجل من الاختلاط بالناس أو مواجهة الآخرين. عندي من ضمن الأسباب الأسرية أو التربوية. عندي البعد العاطفي وعدم التوافق الأسري، المشاحنات والخلل في العلاقات، انفصال الأب والأم من الأسباب المهمة جدا. تعرض الطفل للعنف سواء المعنوي اللي هو اللفظي أو الجسدي، والاتنين أمر من بعض. انطواء أحد الوالدين والطفل اكتسب الصفة دي منهم. استحسان الآخرين لهذه الصفة على أساس إن هي خلق وأدب. يعني البعض يشكر في الطفل إن هو مؤدب وهو عنده حياء وعنده خجل، ولكن هو حقيقة الأمر هو بيعاني من مشكلة الانطواء. عندي من الأسباب طبعا الجلوس على النت، وسائل التواصل الافتراضية لأوقات طويلة. دي يعتبر أهم الأسباب. طيب بعد ما عرفنا الأسباب لازم نعرف أهم حاجة ألا وهو العلاج. علاج الانطواء إيه؟ أول خطوة في خطوات العلاج وأهم حاجة في خطوات العلاج معرفة السبب. إيه هو السبب الحقيقي اللي وصل ابني للمشكلة دي؟ إذا عرفنا السبب عرفنا 99% من العلاج. طيب والخطوات اللي أنا هنقولها دلوقتي دي بتساعد على العلاج. التربية الاستقلالية، أسيب مساحة شوية للطفل. إعادة الثقة بالنفس. فتح الباب قدام الطفل لتكوين علاقات جديدة. تدريب الطفل على مهارات جديدة. من الحاجات المهمة جدا جدا الاهتمام بميول الطفل، خاصة الميول الرياضية لأنها تتميز بالطابع الاجتماعي وروح العمل الجماعي. من الخطوات العلاج علاج المشكلة الجسمية. احنا عرفنا ان الطفل بيعاني من مشكلة جسمية، فاذا انا عالجت المشكلة الجسمية ديت من الطبيعي ان هيرجع له ثقة بالنفس تاني ويقدر يتفاعل مع الاخرين. طب ما قدرتش اعالج المشكلة النفسية دي، يبقى لازم اشتغل على الجانب النفسي للطفل عشان يتقبل ذاته. ضروري جدا النقطة اشراك الطفل في الانشطة والاعمال الجماعية. طبعا البعد عن النت والجلوس عليه لفترات محدودة. وبكده يعتبر دي أهم خطوات العلاج لمشكلة الانطواء. أتمنى أن انتوا استفدتوا من الفيديو ده، وانتظرونا في الفيديو اللي جاي هيكون عن الحماية الزايدة. لا تكن كوالد نيمو. ما تنسوش الإعجاب والاشتراك بالقناة. نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.